موقفة بس في السوشيال ميديا بس عادي، لما تحتاجني راح أوقف جنبك. خصوصا البنات، أنا ما عندي مشكل مع أي بنت، ممكن أتخانق مع شاب ويكون عندي مشكل معه، بس بنت ما بقدر، لأنه أنا كمان بنت، فراح أحس بيها وراح أحاول يعني أهدي الوضع. وحتى إذا كان يعني ما بكلمها ولا هيك وهيك وهيك، فبس أنا يعني ماني ما بحبها أو بكرهها أو شي هيك. يعني أهم شي لا تنسوا يا بنات، البنات للبنات، فما بقدر أبدا. مين مشغل قصة؟ عندي فضول، أنا اللي مشغل قصص، أنا بتفرج عليهم. ناي فتحة ما بظن، ما شفتها. ليش تريدين تعتزلين؟ خلاص والله. امبارح مع الساعة 3 الصبح جت عندي ماما كلمتني، فقالت لي من الأحسن وقفي وهيك. قالت لي إذا رح تضلي، إذا بدك تضلي، فيعني شو قالت لي إذا بدك تضلي هذا يعني أنا مالي دخل، بس أنا يعني قالت لي إذا بدك توقفي فأنا أكتر وحدة راح أشجعك على هذا الموضوع. ماما قالت لي هيك، ما بعرف والله. ورفض يصدقوا بسبب أخويتهم اللي تربوا عليها. وفي مكتب المحامي الخاص بكريمة كان قاعد. لا والله هالمرة ما يعني ما بمزح ولا مقلب ولا هيك، حتى لو كانت ماما في البيت كنت جبتها وراح تأكد لكم الوضع. امبارح هي قالت لي إذا بدك أنا أكثر إنسانة راح أشجعك إنه توقفي، إذا ما بدك قالت لي فما راح يعني ما راح أقول لك شيء. أنت اتجننت ولا إيه؟ الوصية دي أكيد أنت اللي مزورها. كيان ماتت من وهي صغيرة، ربنا الوحيد اللي عالم إذا كانت ميتة ولا عايشة. لا ماشي كي أطروا لي الكومنتات، أنا إنسانة آخر واحدة بتهتم الكومنت أو الناس بيسبوا أو هيك، لأنه أبدا ما بهتم. أنا عايشة حياتي، قدامي مستقبلي، بجري على مستقبلي. إيه بتشوفوني فاتحة لايفات بتقولي هذه ما عندها شيء تسوي، بس أنا بجري على مستقبلي، مو ضروري أشارك كل شيء يعني بسويه في حياتي. فيقول لك وقضوا حوائجكم بالكتمان، فأنا إذا بسوي هيك شيء في حياتي وبجري على مستقبلي مو ضروري يعني أقوله مع الناس أو أشاركه. أبدا ما بيأثروا عليه الكومنت لأنه ما بيهموني، وهدوك الناس ما بعرفهم أصلا، بس بحب أبرر للناس اللي يحسبوا عندي مشاكل، أو حتى إذا في فانزات عندي يعني يحبوا يسووا مشاكل بيني وبين أحد، ببرر لهم وبحكي مشان ما أحد يسوي مشاكل، لأنه أنا ماني فاضية المشاكل، قدامي كتير أشياء بدي أسويها، فما مالي خلق للمشاكل أو هيك وهيك. فإذا أنا في السوشيال ميديا بدي أكون إنسانة مسالمة مع الكل. وبعدها اتصل على المساعد بتاعه واتكلم وقتها بمنتهى الغضب. لك أنا إذا قلت رح وقف لايفات، مو رح وقف يعني مو رح وقف أحط أشياء وهيك، رح وقف لايفات، لأنه أكثر شيء تحسوا فيه مشاكل وهيك هو اللايفات، وهو تيك توك بصفة عامة. انستغرام عادي في ناس بضلوا يقولوا كومنت وهيك، فالصراحة من حقهم، وفي أشياء أنا بسويها كمان ما بتعجبني بس مع الوقت بتعجبني بس أبدا والله ما بيأثروا فيني كلام الناس، لأنه صراحة ما بيهمني، أنا مرتاحة في نفسي، أهلي بيعرفوني بيعرفوني واثقين فيني وعمري ما خذلتهم، ماني بحاجة كلام أحد أو رح يأثر فيني أحد. أنا الكلام الواحد اللي بيأثر فيني هو كلام ماما بابا، خلاص. طب ممكن تهدي بقى علشان خاطري؟ طب ليه ما اتكلمتيش وخرجتي اللي جواكي؟ كان على الأقل عرفتي هو حاسس ناحيتك بحاجة ولا لأ؟ عمره ما حس ولا هيحس بيا. جاسر موتني لما قال لي إنها الوحيدة اللي مناسبة. أنا امبارح قلت لكم ما راح أفتح هالأيام، لأنه صراحة كنت ما راح أفتح هاد الأسبوعين أو شهر، ما كنت راح أفتح، بس اليوم فتحت بس مشان حسن، بس اشتقت لكم وحبيت أحكي معاكم شوي ونوضح أمور وهيك وهيك وهيك، ونحن تعلقنا ببوتوتك. والله حتى أنا تعلقت بيكم، أقسم بالله إنه صرت أحسكم طرف مني، صرت أحسكم عائلتي وكل شيء، يعني أنا بقول لكم أولادي، فبطبيعة الحال راح أحبكم، يعني غصبا عني صرت أحبكم. يعني إذا مر يوم ما كلمتكم على الانستغرام أو ما فتحت لايف معاكم بحس بشي ناقص، بشتاق لكم كتير والله، ممكن أبكي حتى إنه اشتقت لكم، بس الواحد ضروري يرتاح. أنا والله بحسد رفيقتي ليلى إنه بعدت عن تيك توك، بس الله يشافيها، هي المسكينة مو بعدت يعني من خاطرها، هي مريضة، بس أحسن شيء سوته إنه بعدت عن تيك توك وبعدت على هذا الزفت. يقول لك المثل ادخل الحمام ماشي بحال خروجه هذا هو الشيء. اسحبي أسبوع وارجع، أسبوع قليل كتير، أسبوع قليل كتير. تتذكروا زمان لما كنت بفتح، شفتوني سحبت أكتر من 3 أشهر، سحبت أكتر من 3 أشهر بعدين رجعت،
فهيك بدي اسوي كمان. بدي اسحب شوي وارجع، او ممكن اسحب ما ارجع للبلوتوث وارجع الفيديوهات هيك. اخيرا لقيتك. شهر ونص جالسين تعطوني المدة. يخرب بيتكم. عندنا امتحانات، الله ينجحكم يا رب. يا حسن الكلب ايش ترفضني؟ في ايده انا اقدر برضه. جالي ترفضني. الو. ترفضني ها ليش ترفضني؟ ما رفضت، كنا نلعب والله، مخلي التليفون وكنا قاعد نلعب. تبون اسئله محرجه؟ ماي فريند وبدي اسالك اسئله. تفضلي. اوكي. راح اسالك وكمان راح تسالي نفس الاسئله. اوكي اذا مره صار بيننا خناق، راح تصالحني ولا لا؟ انت راح تصالحني ولا لا؟ شلون يعني؟ ويلي. شوف الشر. اذا مره صار بيننا مشكل، خانقنا خناق قويه، راح تصالحني ولا لا؟ من الغلطان؟ عادي، منو ما يكون الغلطان، ما دخلني. اذا انت غلطانه لا، اذا انا غلطان ايه. شلون؟ الغلطان ما يصير هو يعني. عادي اذا بنت عادي عادي يا رجال يتنازل ويسامح. حبيبي الانثى الرقيقه انت لازم لا اذا البنت كانت مسويه غلط فيك يعني لازم تنازل. لا اذا غلط فيك عادي. لا غلط فيك حسب شنو اي شنو الغلط؟ حسب شنو قول. غلط يعني سويت لك غلط يعني شيء بحقك يعني شيء بحقك رجولتك يعني. او هذا برجولتي من كرامتي من هالسوالف. لا ما بحكي عن الرجوله وهيك، انا عمري غلط، بس اذا صار مثلا مشكل بيننا وهيك، مو بحكي يعني غلطت عليه او شيء، ممكن صار مشكل. اذا ما بيخسر بنت عادي. اذا مشكله بسيطه عادي، بس انا اقصد يعني انه فهمتي. لا والله عمري ما قلت لك شيء قلل منك ولا شيء ابدا. حتى صاروا بيننا مشاكل وعمري قللت منه، بيبقى رفيقي. اوكي السؤال الثاني هذا السؤال محيرني من زمان. اوكي اذا انا اجى يوم لا قدر الله وتوفيت، راح تضل تفكرني ولا لا؟ طيب هذا من طويل ايه اكيد. يا حبيت راح ابكي. ما راح يدور واحده تشبهش عشان يخرب بيتك، انت بدك تخوني. لا يا اخي خليه اسمع، كل مره افتح لايف تليفون اخر بصورتي عشان تحسني انه لساتني معك. شنو؟ انت ايش فيك ما تفهم من شو راح اقول؟ اذا قلت لك اذا لا قدر الله وانا توفيت، قلتي ما راح يعني تنساني صح؟ ايه افتح لايف، كل مره افتح لايف بتليفون بصوتي، بس تكون صورتي محترمه بليز، ومشان كل مره تشوفني وتقول هي صح معانا. اسوي لك يعني اصير مهووس. ايه ما دخلني. خلاص موافق. حبيت اوكي. اذا انا اختفيت انت والله ما راح انساك ماي فريند، وعشرة 3 سنوات بس يعني، بس ما راح تنسيني وخلاص ولا شو؟ لا راح اضل كل يوم ماي فريند واحط انا راح اعلق صورتك عندي في الغرفه وراح اضل ابكي واقول استقت ماي فريندو. الله عليك، الله على هي ليش ما تعلقين؟ الله على الوفاء. شنو اعلق؟ علقي صورته من الحين. لا الحين صورته وجهه نحس، حتى يموت واعلق صورته. طيب يمكن تموتين قبلي. عادي علق صورتي عندك. ايش رايك يا بس راح تطلعني كله كأنك تشيكن انقلع من وجهي. تشيكن بانانا تشيكن بانانا تشيكن بانانا غني هي. اوكي راح اغني لكم. لا خلي نعطيه فرصه يمكن. بتمنى تزول نزل من وجه الكلب. لك يا ناس وش الله يحفظك، ترى الموت علينا حق. عادي إذا قدر الله، عادي جدا، بس لا تنسوني.